السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت مخصص للناس اللي شغالة بالموتوسيكل، والناس اللي مش شغالة برضو يعني هينفعهم. بس ده اكتر للناس اللي شغالة بالموتوسيكل، لان حصل النهاردة موقف قدامي. كان يعني واحد هيتأذي، وكان هيأذي الناس اللي حواليه بسبب حاجة بسيطة قوي 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 قوي. فشوف الفيديو دوت وانت تعرف. الناس اللي شغالة بالموتوسيكل يعني يا ريت ما تستخسرش وهي شغالة انها تجيب الاستك بتاع الموتوسيكل. والله يا جدعان شوفوا، يعني هو كتر خيره بقاله كتير معايا، بس مش هقول لكم ده بينفع قد ايه. فانت شغال بالموتوسيكل، يعني مثلا هتبقى شغال شحن، فهيطلب منك ان انت تحط حاجات ورا، هتحط حاجات تقيلة، هتحط حاجات كبيرة، هتحط حاجات ايا كانت. انت يعني الاستك هيبقى معاك بسم الله ما شاء الله، هتقدر تشيل. لكن سيبك بقى من حتة ان الرباط اللي هو القماش دوت والكلام الفاضي دوت. انه قدام النهارده واحد كان شغال بمكنه، معاه مكنه فيجوري برضو، بس زي اللي هي زي الهوجن 3 كده، نفس الشكل بتاعت الهوجن 3. بس كان شايل حاجات كتير قوي ورا من كتر الحاجة، وهو رابطها بالرباط اللي هو القماش دوت. طبعا الرباط ده ولا بياخد ولا بيدي ولا ليه لازمة. ف جه وقف، وتخيلوا جنب مطعم بتاع فول وطعمية كده، عند القلاية بتاعت الطعمية. يعني مش هقول لكم الحمولة كلها وقعت على اليمين. يعني وقع بالمكنة بالحمولة، جه يقف الحمولة تقيلة قوي عليه، فراح وقع على القلاية بتاعت الطعمية. الحمد لله ستر ربنا انها اتخرت، ما وقعتش على الراجل اللي كان واقف عليها. ف يعني ليه تعرض نفسك وتعرض اللي حواليك لخطر مجرد بس عشان معكش استك يمسك الحاجة اللي وراك؟ يعني انت شايل حاجة تقيلة، مستخسر ليه ان انت تجيب استك ب40 جنيه ولا ب50 جنيه؟ يعني مش هقولك انا كان معايا استكين مش استك واحد. لما كنت بطلع مثلا مطلوب مني حاجات كتيرة، كنت مجرد ما اشد الاستكين الله اكبر بسم الله ما شاء الله، يعني كنت بشيل حاجات تهمة واطوال واعراض. مش هقولك انا كنت بحمل مثلا بوتاجاز ورايا، وكنت بحمل تكييف، وكنت بحمل سرير كامل بالملل بالمرتبة بالمخدات بكل حاجة كنت بشيلها، بس عشان في استك بياخد وبيدي فبيبقى رابط باحكام ورايا. لكن اللي هو الرباط اللي هو القماش دوت يا جدعان ملوش لازمة. فما تستخسروش في الحاجة اللي انتوا تعتبر زي عدة شغل معاكم. فياريت كل واحد مثلا شغال بالموتوسيكل يجيب الاستك دوت. على الاقل خالص مش هتحتاج ان انت تحط الشنطه قدامك على التانك. برضه ده موقف شفته قدامي مع واحد، مجرد ما بيحط الشنطه قدامه بيتلبخ، ويجي مثلا يميل يمين او شمال، تلاقي الشنطه تيجي تقع، يحاول يسندها برجله، يتلاقي نفسه ممكن يخبط حد. بتبقى لبخه وحاجه خنيقه يعني. فبالله عليكم خلي بالكم من نفسكم وانتوا ماشيين، وربنا يسترها عليكم. واهتموا بموضوع الاستك ده كويس جدا جدا جدا، لانه بينفع جدا 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 جدا. وربنا معاكم. لو احتجتوني في اي حاجه معاكم في التعليقات، وما تنسانوش في اللايك، ويشرفني اشتراككم في القناه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.